مدرسة زايد وراشد تعلم ان الحكم اخلاق جود وكرامة. كم دولة ترجو شراته وتحلم بحاكم فعله يسابق كلامه. يبذل ويعطي من حياته ويرحم ويعانق قلوب الشعب بابتسامة. محمد الجود الذي في العطايا لو شاف محروم تكدر منام. ابن الضعيف اللي فواده تحطم ستر الهنوف اللي رمت باللتامة. محمد المجد الزعيم المكرم محمد العز الوفا والشهامة. محمد القلب الكبير الذي ضم شعب الإمارات الوفي باحترامه. ليث الوغى يوم المناكب تدحم لهامة تعلو على كل هامه. شعلة عزم لو يرتوي القاع بالدم تلقى الخصم يعلن شديد انهزامه. كنه إذا يامر يقول الزمن دم لا مستحيل ولا محال أمامه. وين قبلت حرب المنايا تقدم فيه الصرامة ما بعدها صرامة. هذا الذي به نفتخر ونتحزم يوم الزمن يشهر علينا حسام. للمجد ابو راشد لداره تولى وعرج بها من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن راشد آل مكتوم، حياك الله بين أهلك وأشقائك في دولة الكويت. وفي هذه المناسبة نيابة عن أهل الكويت كافة نشكر الأشقاء في دولة الإمارات على تفاعلهم معنا في أعيادنا الوطنية. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحب أشكر الأمير وأحب أشكر الشعب. الصراحة نحن طرنا من الإمارات عارفين إن جايين عند أخوانا أهل الكويت، بس أهل الكويت كانوا أطيب عن ما نحن متوقعنا. يعني حسسونا إن نحن في بيتنا ما تغير الإيمان علينا. نعم. سمو الشيخ، ما هو الانطباع اللي وصل لك عن قرية الشيخ صباح الأحمد للموروث الشعبي، خاصة أنها هي بمكرمة من والدنا ووالدك؟ والله الحمد لله القرية بعدنا نحن ما لفينا ما شفناها، بس الحين بنلف بنشوفها. وأهم شيء من مشاركتنا نحن الإماراتيين وفوزنا مو في فوز السباق باكر، بس إنها مشاركتنا مع اخواننا الكويتيين هذا هو يعتبر فوز لنا. هذا اللي راح يعني يجعلني اتساءل عن الموضوع المشاركه. انتم ان شاء الله ستشاركون، وعندنا من ضمن فعاليات الموروث الشعبي هناك العديد من السباقات من ضمنها القدره والتحمل، وانتم سباقين في هذا المجال. هل ممكن دوله الامارات بشكل عام وشخصكم الكريم ان تكونون ان شاء الله داعمين وراعين لهذه السباقات وهذا الموروث؟ أنا اليوم أمثل، عشان أكون صريح معك، أنا أمثل دولة الكويت ودولة الإمارات مع بعض، ما أمثل الإمارات لوحدها، وجايين هنا نقدم أفضل ما لدينا. نتمنى لك إن شاء الله طيب الإقامة وتشاهد شيء طيب يعجبك، وإن شاء الله تكونوا من الدول الداعمة المساندة لهذا الموضوع. أكيد في كل الأوقات إن شاء الله. شكرا لك. شكرا.
مدرسة زايد وراشد تعلم ان الحكم اخلاق جود وكرامة. كم دولة ترجو شراته وتحلم بحاكم فعله يسابق كلامه. يبذل ويعطي من حياته ويرحم ويعانق قلوب الشعب بابتسامة. محمد الجود الذي في العطايا لو شاف محروم تكدر منام. زبن الضعيف اللي فرواده تحطم، ستر الهنوف اللي رمت بالتامه. محمد المجد الزعيم المكرم، محمد العز الوفا والشهامه. محمد القلب الكبير الذي ضم شعب الإمارات الوفي باحترامه. ليث الوغى يوم المناكب تدحم، لهامة تعلو على كل هامه. شعلة عزم لو يرتوي القاع بالدم، تلقى الخصم يعلن شديد انهزامه. كنه إذا يامر يقول الزمن دم، لا مستحيل ولا محال أمامه. وين قبلت حرب المنايا تقدم، فيه الصرامة ما بعدها صرامة. هذا اللي به نفتخر ونتحزم، يوم الزمن يشهر علينا حسام. للمجد ابو راشد لداره تولى، وعرج بها من فوقها من الغمامه. يا كم عليها ارواح ناس تزاحم، تسلب قلوب اهل السمو والفخامه. حلمك سبو فيها ترسخ وخيم، هي قبرة العاشق وغاية مرامه. فخر العرب بين الدول صيتها عم، في عالم الجودة تبين علامه. هذه دبي الشامخة كلها ونعم، رمز التحدي والفخر والزعامة. في عهد شيخ بالإمارات مهتم، إنسانها قلبه وروحه تمامه. سلام يا شيخا بالإنسان مهتم، روح الوطن روحه وقلبه تمامه. لو إنها الدنيا لها إحساس وفهم، لابد ما اسمه الشيخ حمدان اليوم ما شاء الله في هذه المتابعة، وأيضا على هذه الأرضية سبق وشاركت أيضا في عام 2003 في دولة الكويت، لكن اليوم الأرضية تتغير أيضا في مثل هذه المشاركة. لكن ما رأيك أيضا بعد استطلاعك لهذه المشاركة؟ والله أنا متأكد إني أنا فايز بمشاركة إخواني الكويتيين. هذا فوزي أنا، فمو مهم نتائج بكرة. أنا الحمد لله جاي أشارك إخواني وأقول لهم إن شاء الله كل توفيق أجمعين. يا رب الله تعالى سعيدين بهذا اللقاء. حياك الله تعالى. شكرا. كلها ونعم، رمز التحدي والفخر والزعامة. في عهد شيخ بالإمارات مهتم، إنسانها قلبه وروحه تمامه. سلام يا شيخا بالإنسان مهتم، روح الوطن
الأسد زايد وراشد تعلم إن الحكم أخلاق جود وكرامة، كم دولة ترجو شراته وتحلم بحاكم فعله